كلمة قداسة البابا شنودة الثالث يلقيها نيافة أنبا أثناسيوس. كنا جميعا نشتاق إلى الاستماع إلى هذه الكلمة من فم صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وهو العالم المعلم الكاتب الشاعر المتكلم للجموع الغفيرة، ولكن قداسته وقد جاشت نفسه بمشاعر الحب وفاضت في هذا اليوم الرهيب أمرني بأن ألقي هذه الكلمة، وإني أستميح قداسته في أن أتوجه إليه بكلمة صغيرة قبل أن أتبارك بإلقاء كلمة قداسته. سيدي صاحب القداسة، تلمست في كلمتك المباركة معالم رسالتك الكبرى ملخصة في آيتين من فصل الإنجيل المقدس الذي اختارته النعمة الإلهية لتعليمنا في هذه المناسبة المباركة. فأرجو أن تسمح لي يا أبي الكريم المعظم أن أوجه إلى قداستك كلمة مستوحاة أيضا من آية أخرى في ذات الفصل، وهي: الذي يدخل من الباب هو راعي الخراف. نشكر الله يا سيدي من عمق القلب أنه فتح لك الباب عن طريق رأي الشعب ممثلا في ناخبيه، فحزت على أغلبية ساحقة أظهرت حب الناس لك واختيارهم إياك أبا وراعيا وقائدا. ثم دخلت يا أبي المكرم من باب الأقداس الإلهية، فاختارتك القرعة المقدسة واستجيبت صلوات الناس وأصوامهم، وأشارت يد القدير إليك ليضع عليك نير هذه الرسالة الكبرى، ففتح الله لك الباب مؤكدا. واليوم تم تنصيبك بالنعمة الإلهية رئيس آباء لهذه الكنيسة، ولنا كل الثقة أن السماء تؤيدك بقوة لكي تقودنا راعيا أكبر ورئيس آباء خليفة مباركا ل116 سلفا من القديسين الأمناء. أيها الإخوة الأحباء وسائر الأبناء،
في هذه اللحظة الرهيبة حين أرى نفسي ملزما بالتقدم في هذا العمل الخطير والقيام بهذه المسؤولية الكبرى التي أعترف بكل صراحة أني لست أهلا لها. أرجو أن أتلمس طريقي وطريقكم في المرحلة المقبلة من العمل الرعوي في كنيستنا من الفصل الذي وجهه إلينا الروح القدس منذ لحظات في الأصحاح 10 من الإنجيل لمعلمنا يوحنا. فلنتأمل في آيتين يشع نورهما مضيئا لنا الطريق. الآية الأولى: أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. تحدد هذه الآية أمامنا برنامجا هو استكمال قواعد ونظم الرعاية لجميع أبنائنا. تكرم الروح فأسمانا رعاة، وأكرمنا فدعانا آباء. والراعي والأب يعرفان ويرعيان في سهر وحنو واهتمام الجماعة والفرد. ولذا نرجو أن نتقدم جميعا رعية ورعاة في الحياة الروحية والرعاية الكنسية المنظمة في المدينة والقرية، للغني والفقير، للظاهر والمختفي من أبناء الكنيسة، رعاية للأطفال والشباب والكبار، للأفراد والعائلات والجموع الكنسية، للشعب والكهنة، في تنظيم يتناسب مع روحانية وأمل هذا الشعب المؤمن الأصيل، وروح التقوى التي تتميز بها هذه الكنيسة، والتي أذكى أوارها أبونا الراحل الكريم الصديق الحبيب المعظم البابا كيرلس السادس، الذي أثق أن صلواته المباركة تمتد من أجلنا، وروحه الطيبة ترفرف علينا من العلا مع أرواح 115 من الآباء البطاركة القديسين سبقوه وكانوا جميعا مستحقين للجلوس على هذا الكرسي الكريم الذي لست مستحقا إياه بأي وضع من الأوضاع. اللهم اقبل صلواتهم عني وعن أبنائك، وارشدنا في طريقنا، وأقم هذا العمل الذي تضعه أمامنا حكمتك في هذا الصباح، وتضع نيره على إخوتي أصحاب النيافة مطارنة وأساقفة الكنيسة وسائر الكهنة والشمامسة والشعب، وعلى عبدك الضعيف. الآية الثانية: لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. إن تاريخ كنيستنا الذي نبدأ فيه صفحة جديدة في هذا اليوم يرجع إلى الوراء 1909 من الأعوام،
حين وصل إلى ديارنا الرسول الكريم ماري مرقس الإنجيلي. وإن تاريخ كنيستنا ليشع ويفخر بآثار كبرى في خدمة الدين والخلق والحضارة. وإن كنيسة مصر أرض التقوى والحضارة لا تتطلع إلى القيام بواجبها في سائر أنحاء الكرازة المرقسية المتحدة المترابطة في إثيوبيا والسودان وإفريقيا والعالم أجمع. إن علينا واجبا نحو المسيحيين من أحبائنا وإخوتنا ليس في مصر أو أرجاء الكرازة بل في إفريقيا والعالم أجمع، خصوصا في هذا العصر الذي يئن فيه الناس طالبين نشاط الخدمة الدينية وامتدادها لهم حية قوية في سائر ظروف حياتهم. نعم، ومن ناحية الرباط المسيحي والإنساني علينا واجبات أن نضع أيدينا في أيدي سائر الكنائس والأديان للتعاون في خدمة الإنسانية وإرساء القيم الروحية ونشر الإيمان والتقوى والمحبة والسلام في عالم اليوم المليء بالتغيرات والاحتياجات. هذه باختصار معالم نرى الإنجيل المقدس في فصل اليوم يخطها أمامنا، وإن مداها لكبير جدا. فأرجو من الله أن يعيننا جميعا لنتقدم مؤدين واجبنا فيها إلى النفس الأخير من حياتنا. أيها الأحباء، إني أتقدم بالشكر للسيد الرئيس المحبوب أنور السادات على كريم اهتمامه ورعايته لنا، وأشكر رجال الدولة جميعا على حبهم البادي ومشاعرهم الكريمة. أقدم الشكر لصاحب الجلالة الأخ الأرثوذكسي الحبيب الإمبراطور هايلا سلاسي الأول عاهل إثيوبيا وأفراد الأسرة المالكة المحبوبة وسائر الشعب الإثيوبي. أقدم الشكر لسائر رؤساء الدول الكرام والحكومات الممثلة في اجتماعنا الروحي هذا، والذين كان لكريم مشاركتهم للكنيسة بشتى الوسائل أطيب الأثر. شكرا جزيلا لكنائس العالم أجمع، الكاثوليكية والأرثوذكسية والأسقفية والإنجيلية في مصر، في سائر البلاد، في المجالس التي تجمع أكثر من كنيسة. شكرا للكنائس، للمجالس، للكثيرين الذين شرفونا اليوم سواء بحضورهم بأشخاصهم أو مندوبين عن كنائسهم الموقرة. شكرا خاصا لرجال الأزهر الشريف ولإخوتنا المكرمين سائر أئمة الدين الإسلامي الكرام.
ألا وفق الله قادة الدول في العالم لنشر السلام والعدل ونصرة الشعوب المظلومة. ألا وفق الله رجال الدين للقيام بواجبهم نحو خدمة الإنسانية وأفرادها. ألا فليعوضكم الله عن تعبكم معنا خيرا جزيلا، وليعن الله على مهمتنا بدعائكم وصلواتكم.